تعرف ذاك الشعور اللي يجيك لما تدخل مكان الكل يحذرك منه، والمشكلة بأن كل تحذير كان حقيقي. أنا وأصدقائي كنا نظن يعني مجرد قصص عابرة. اللي شفناه في وادي الغول شيء ما ينسى أبدا، شيء ضخم صامت يتحرك بين الظلال. أنا سالم عمري 19 سنة. من نحن صغار كنا نسمع عن وادي بعيد عن القرية حقنا، والوادي ذا يسمونه أهل القرية وادي الغول. فكانوا الشيابة والكبار حقنا حق الحارة يقولون لنا إنه لا تروحون هناك أبد، لا تكشتون هناك، لا تروحون ذاك المكان، وخاصة قبل الغروب، لأن قبل الغروب هو فيه البلاء. يقولون إنه قبل الغروب صارت قصص مرة كثيرة هناك، وأصلا إنه معروف إنه بعد الغروب تكون في أشياء أصلا تصير غريبة في أيام العادية، يعني في مناطقنا، ما بالك في مكان في وادي. فنحن نشلها بموضوع إنه ضحك وفلة وذا، إنه خرافات حق شياب وكذا، ولكن الحقيقة كانت مختلفة جدا. فقررنا أنا وماجد وفهد إن نروح نكشت هناك. ماجد معروف بأنه حساس مرة وعلى طول يخاف، وفهد هو أكبر واحد فينا ومعروف بأنه ذم هايط وأنه الحبتين. وأنا الصراحة اللي عادي يا رجال، رحت ورجع ورجعت بدون شخصية. قلت يلا نجرب، همشينا نكون يعني حذرين، نكون يعني مرة. فبدأنا المشي بعد صلاة العصر. الطريق كلها جبال وصخور وبهذلة. فالغروب بدأ والبرد بدأ ينتشر أكثر، فخلاص بدأنا الحين ندخل في الوادي. يا أخي حسين إنه كنا دخلنا مكان ثاني، ما حد دخلنا ذا الوادي، كذا ثقل غريب في الجو وإحساس غريب. ففهد بدأ يستهزئ عشان ما يبغانا نخاف وكذا. ففهد يقول المكان عادي، كلها أشجار وصخور وأشياء عادية يعني. ولكن ماجد زي ما قلت لكم إنه خواف، فكان يرتعش مكانه حرفيا. فجهزنا النار وقعدنا حولها. فبالبداية كان الأمور مرة طبيعية، لكن كل ما كانت تغرب الشمس أكثر كل ما كان الأشياء الغريبة تكثر معانا. فجأة نشوف الصخور تتدحرج من الجبال بدون سبب كذا. نحن قاعدين، واحد منا يلاحظ أحد يعبر أو شيء كذا زي الظل، وغير أثار لقدام صارت أكثر يعني من رجول قدامنا نحن، وكأن في رابع معنا. فأنا حاولت أهديهم وأقول لهم يا رجال الأمور طيبة إن شاء الله، ولا تعطون الموضوع بال، استمتعوا أكشتوا والدنيا بخير إن شاء الله. حرفيا بعد ما خلص كلام بشوي ولاحظ أن في واحد بين الأشجار. يا أخي جسم كبير كذا، ما هو كأنه يعني إنسان وما هو إنسان، شيء غريب. أول شيء ذي ملامحه إنسانها ملامح إنسان. فهنا ماجد حرفيا خلاص يلهث، بيقول خلاص ما بقدر، الرجال كان بيموت شكله. ففهد قاعد يقول لي وص خلينا نشوف نقرب أكثر ونتأكد. فلسانا قمنا يلا بنروح ونلاحظ بأن الشيء ذا اختفى. كيف اختفى الشيء ذاك بالكبر ذاك؟ كيف اختفى الله أعلم، اختفى. فبدأنا نقول نحن نهلوس ولا وش، معنا متأكدين 100% شفناه بعيننا. وبدأنا نسمع صوت خطوات ثقيلة كذا من مكان بعيد، وغيرنا اللي كنا حاطينه شوي بعيد مننا اختفى. فقلنا طيب بنشوف الأثر، يعني أكيد إذا حد جاب يكون له أثر وراه. تفاجأنا بأنه ما في أثر. فهنا قلنا راح نشرد من ذا الوادي، ما بنبقى فيه ولو دقيقة. فانطلقنا، لكن ما هو ماشي يجري. فكل ما بدأنا نبعد أكثر وكل ما نسمع أنه في واحد يركض ورانا. ويا أخوان ما غير قوة جري، الأرض وعرة. تخيلوا في وادي حجران أشجار وغير الركض، ما تسمع إلا صوت ركضاتك وانت تجري. تخيلوا يا أخوان ساعة كاملة ونحن نجري لين ما وصلنا أطراف الوادي. وأول ما طلعنا من منطقة الصخور ووصلنا لأطراف الوادي المكان تغير 180 درجة كذا، صار كأنه يعني شيء طبيعي زي أي مكان. فهنا عرفنا أنه خلاص أمور طيبة. فجلسنا نلتقط أنفاسنا ونتكلم عن اللي صار لنا. فسالم ناظر لهم الاثنين كانوا ساكتين، وغير فهد اللي قوي ومدريش وجهه كان شاحب حرفيا. وماجد تعرفونه خواف وذا بقى والله ما أسمع كلامكم، ما بتبعكم ثاني مرة وذا الكلام. أنا عن نفسي ساكت زي فهد، بس أناظر فيهم اثنيناتهم، وفهد نفس الموضوع، بس ماجد قاعد يتبكبك. ومن ذيك الليلة تعلمنا درس إنه نسمع ونصدق عشان لا تصيرنا زي كذا.